السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل فيديو جديد. قبل ما نبدأ الفيديو ندوس لايك وشير وسبسكرايب وتفعلي زر الجرس عشان خاطر يوصلك اي فيديو جديد انا بنزله. قبل ما نبدأ هنصلي على سيدنا محمد وندوس لايك ونعمل اشتراك لو انت على اليوتيوب، لو انت على الفيس اعملوا متابعة. هنصلي على سيدنا محمد ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. جبنا ايه النهارده؟ غدانا جبنا بوري حي كده، ايه حلو ومصحصح كده وجميل. شايفينه كده مصحصح وعواين ازاي في ايدي؟ مسكتني كده الشوكة بتاعته عورتني في ايدي، بس ماسكاه ازاي. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك اللهم بارك اللهم بارك. جميل جميل جميل. شايفينه كده وجايبينه ما شاء الله، ايه بسعره كان حلو يعني مناسب. الناس الاسعار اللي نازله اليومين دول كنت جايه 65 الصغير، وفي الكبير ب75 وفي ب80 وفي ب100 على حسب ايه احجامهم. ده ايه اللي انا قدرت عليه وانا جبته، وبدك ايه ماشي ايه على حسب ما حاجة بتبقى أقل حاجة بجيبها، دي مش أغلى حاجة يعني. هو سعره عالي أوي من شهر رمضان، هو عالي جامد بزيادة أوي يعني. صاحي بصي ظبط لي دراعي، ظبط لي ايدي وجعلي ايديا. عايزة انضفه، مش عارفة انضفه هو صاحي. ماسكاه عمالة تنطط في ايدي. انا مبحبش الحاجة تبقى صاحية في ايديا وانا بنضفها، بحس ان هي ايه بتقشعرلي جسمي. وكده ايه انت شايفين كده ايه، عمالة احاول ان انا امسك فيه، مش عايزة ايه يتمسك، وعايزة انضفه وعايزة اظبطه. مش عايز ايه يهدى عشان بيعور وينفش الشوك بتاعه في كف ايدك كده بيعورك. انا هحطه في الحوض من غير طبق، واسيبه في الحوض عشان خاطر ايه انضفه. جبنا ايه معاه كمان، نزلنا السوق اللي ايه ب10 جنيه، لقينا ب10 جنيه. إيه جبنا شكال. ايه الشكال ده؟ انا هوريكم دلوقتي وهوريكم مع بعض شكله عامل ازاي. نفتح الكيسة، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا صاحي وجايباه النهارده صاحي ومنعلط كده ايه وجميل ما شاء الله عليه. اللي معرفش الشكال دوت، ده نوع من انواع البحريات، يعني ايه زي الجمبري، نفس نوع الجمبري، نفس نوع الكابوريا، نفس الحاجات زي كده دي. فاهمين قصدي ايه؟ وصاحي، شايفينه صاحي ازاي؟ هوريلكوا دلوقتي، هجيب لكم كاميرا قريبه، هجيب لكم واعمل لكم زوم واوريكم هو صاحي بيعمل ازاي. ده زي شبه الجمبري بالظبط، واحلى كمان من الجمبري. دي ايه تعتبر ازازه كده ايه جنب الاكل. ماشي، دي كده ايه تعتبر لنا تسالي، احنا طبعا اسكندرانية، دي تبقى تسالي جنبنا جنب الاكل. هيتعمل ازاي وهنشوف مع بعض كلنا كل حاجة بالتفصيل. همشي معاكم واحدة واحدة عشان خاطر كل تفصيلة بعملها تبقى انت شايفاها وعارفة وتستفادي. بس اهم حاجة ايه تحطي لايك جميل وتعملي اشتراك لو انت ايه على اليوتيوب، او انت على الفيس اعملي متابعة مع طبخة سهلة مع شيماء. هتلاقي فيديوهات جديدة وفيديوهات اكتر من كده، وهتلاقي حاجات ايه مختلفة كتير، وهتلاقي حاجات مميزة تستفادي منها، وان شاء الله تعجبك ونول اعجابك. زي ما انت شايفة طبعا صاحي. هنعمل فيه ايه؟ هنغسله غسلة كويسة قوي عشان يطلع كل الطينة اللي فيه، ولو في اي واسب من رملة ولا حاجة يطلع كل ده. ونبدأ بقى ايه نشوف السمك البوري بتاعنا عشان ننضفه ونكسب وقت. انا بحب انضف حاجتي في البيت، نكسب وقت وايه ونشتغل. نقول بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد. تثبت لايك ويلا بينا نبدأ الفيديو. ده هسيبه شوية في المية عشان يتنقع، بس ايه نطلع كل الرملة اللي جواه ونشوف كده مع بعض هنعمل ايه. يلا بينا نبدأ كده. خش على الصفحة وهتلاقي كل فيديوهات جديدة وهتعجبك جدا جدا جدا. وادي البوري سيبته مات لحد ما مات، لحد ما قدرت ان هو ايه يموت، يعني ايه مش كله ميت بس شغال، اقدر ان انا امسكه. شايفين صاحية ازاي دي ودي صاحية ازاي؟ مش كده بتنط من ايدي، امسكها تنط من ايدي. نجيب مقص كده ايه الحامي الجديد ده. يلا بينا ايه بقى نقصقص بقى، ندوس بقى ايه ونجمد قلبنا عليه وايه ونشتغل.
بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. الحاجة تمسكها في ايديكي، سمي على حاجتك، سمي على حاجتك. انت تسمي على حاجتك، مش لازم يعني عشان خاطر تصوير او مش تصوير. سمي على حاجتك، قولي بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. حاجة تبقى فيها البركة وحاجة تسمى عليها كده ايه، تذكري ربنا كتير وانت بتعملي حاجة. قول بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله ما شاء الله، عشان خاطر ربنا يفتح لك في الحاجة البركة وتبقى الحاجة جميلة. وان شاء الله ايه تاكلي بهنا والشفا على قلبك انت واولادك. هنضف بقى ايه البوري دوت كده تنظيفه حلوه زي ما انت شايفه كده. اهم حاجه تنضفيه، ممكن تنضفيه عند راجل لو انت تتقرفي تنضفي حاجتك في البيت، ده برضك ايه متاح ليكي. لكن انا ايه احب اجيب الحاجه وانضفها ايه قدام عينيا كده، عشان خاطر ما يكونش فيها دم، ما يكونش فيها حاجه من الجناب، ما يكونش فيها العلامات السوداء اللي كده كده بتجيبي عند راجل وبتجربيه تاني وبتنضفيه تاني، بتعيدي عليه عشان لو في اي جوانب من سودا مش سايبها الراجل. طبعا اكيد تلاقيه سايب حاجات ان الراجل طبعا غيرك انت في البيت. ماشي، انا طبعا بنضف بسرعه وسرعت لكم الفيديو شويه عشان وقتكم. ماشي، صليتوا على النبي عليه الصلاه والسلام. قدري بقى ايه امسكي كده ونضفي، جمدي قلبك كده على الحاجه، ودي بقى ايه عافيتك كلها في الحاجه. نضفي انت، الاكل ده ليكي ولعيالك، لازم الحاجه تتنضف كويس قوي على قد ما تقدري. هنغسل بقى ايه، خلصنا نضفنا السمك ونضفنا كل حاجه، نغسل بقى مطرحنا ونغسل الحوض ونصب بالصابون بقى ايه السائل، وننضف بقى مطرحنا ومطرح الزفاره ومطرح الطرطشه اللي ايه اللي هي حاطينها غطيت مننا على ايه على السيراميك وعلى الحوض. اغسلي بقى حاجتك ونضفي كويس قبل ما تعملي اي حاجه تاني، نضفي كل حاجه. نجيب بقى الحوض كده نصفيه ونغسله ايه، نمسك مطرح المصارين بتاعه السمك، نغسل كل حاجه عملنا بيها عشان ما ننساحش وننسى ونستخدمها تاني فكرها احنا نضيف. اغسلي كل حاجه عملتيها، اغسلي كل حاجه عشان ما تيجي تستعمليها تاني ما تنسيش ان انتي ما غسلتهاش وتستعمليها ايه، وهي على تبقى مش نضيفه وتجيب لك امراض وتجيب لك حاجات مش حلوه. ربنا يكون شرها يعني. وايه نغسل بس حاجه كويس، نتاكد ان الحوض بتاعنا نضيف كده. ايه هنملح السمك، هملحه واظبطه بقى في التتبيله بتاعته. لسه هحط له بقى ايه، انا هعمله في الفرن بزيت وليمون وخضره، بزيت وليمون وخضره. تدعكي كده بقى ايه السمكه بالملح كله، تظبطيها بقى بتتبيلتها وتدخلي جواها ملح وبراها جواها، بحيث ان هي تبقى متبله ومش ناقصها ملح، تبقى متظبطه ايه ملحها مظبوط. ماشي زي ما انت شايفه كده. نغسل بقى ايدينا مطرح الزفاره، نغسلها كويس قوي ونشوف ايه هنعمل ايه تاني. كده عندنا ايه مقطعين بصل وطماطمايه وفلفل حامي ومعانا ايه كزبره وشبت وبقدونس، معانا فلفل توم بودرة وقرفة وشطة وبابريكا وكمون وشطة وايه وملح، كمون وشطة وملح وتوم وفلفل اسمر وفلفل وتوم بودرة وبابريكا وفلفل اسمر وملح شطة وكمون، طبعا ده اساسي. طب استناه طبعا ده يشطب بقى وننزل كل الرملة اللي فيه عشان نبدأ بقى نشتغل فيه. هنعمله فيه ايه دوت، هنصفيه الاول ونغسله كويس قوي من مطرح ما نقعته وسبته عشان نطلع كل الطينة اللي فيه. شايفينه جميل ازاي ومبطرخ، وما شاء الله كان مبطرخ وكان جميل، اللي مجربوش لازم يجربه دوت جميل جدا. محدش يقولك ده صراصير ومش صراصير والكلام الفاضي دوت، مفيش الكلام ده. اسمه شكال، نوع من انواع البحر، حاجات السمك بتاع البحر. يقولك بقى ده صرصار البحر، اللي يقولك عنكبوت البحر، يقولك الدود ويقولك مش عارفه ايه، الكلام ده كله مفيش خالص من الكلام ده. الناس دي ما بتعرفش تاكل. ماشي، الناس تقولك ايه ده بياكلوا دود، ده بياكلوا دود، بياكلوا دود ومش عارفه ايه. لا، ده ولا دود ولا صرصار ولا عنكبوت ولا عفريت ازرق. زي ما انت شايفه كده ايه الحاجه جميله، وحاجه بتاعت ربنا، حاجه ربنا كلها جميله. زي ما انت شايفه كده. ايه هننزل عليه طماطم وفلفل
وهننزل عليه شوية بصل، مش هناخد الكمية كلها عشان لسه جنب السمك. كده طبعا نزلوا بقى كل التوابل، شطة وكمون وملح وفلفل اسمر وبابريكا وثوم بودرة و... وقرفة ورق لورا. نقلبهم بقى تقليبه كويسة كده، عشان حاطلها شوية مية وعلى النار على طول. حطينا كل ده وعلى النار على طول زي ما انت شايفه كده. تقريبا بس تقريبا كويسه عشان كل التوابل كلها تتخلط معاه، ميبقاش حته فيها ملح حته لا. ماشي. صليت على النبي عليه الصلاه والسلام. زي ما انت شايفه كده ده على النار، وحطيت شويه ميه من الفلتر نقلبه تقريبا كويس. حطينا شويه ميه ونروح نبص بقى على السمك البوري اللي هنعمله فيه ممكن تعملي سمك البوري مقلي، تقليه كده وتمرطح معاه انت ملحتيه. حطي له بيضك ملح ودقيق، وظبطي الدقيق ملحه، وحطيه بيضك على النار واقليه. انا هعمله النهارده انا هعمله زي السنجاري كده بس مقفول. هعمله زي السنجاري بس مقفول. انت ممكن الخلطه دي تفتحيه من ظهره وتحطيه بيضك الخلطه دي كلها ويبقى معاكي سنجاري، وحطي بس معلقه صلصه زي الراجل اللي بيبيعها لك من بره. دي بس الفرق ان انت من بره من الشارع وحاجه البيت. عندي صلصه عندي اعملي، عندك الصلصه زي حالتي كده ما كانش عندي مش مشكله. حطينا بقى كل الخضره بدك والطماطم تاني بيضك، وحطينا البصل والكزبره والفلفل والشبت والبقدونس وكل التوابل بقى اللي اتبقت مننا هننزلها طبعا بمقدار، ما تكتريش خاطر التوابل متبقاش طاغيه طعمها على الاكل. عندك معلقتين صلصه كده حطي، ما عندكيش طلع عندي صدقي. واحد بيعمل حاجه مش مركز. ولما صلي على سيدنا محمد حطي بقى معلقتين صلصه كده مع الخلطه وقلبي بقى تقليبه حلوه. انا هعمله زي السنجاري قلتلك بس مقفول. هعمله زي السنجاري بس مقفول. ماشي متفقين. هتفتحي من ظهره افتحيه، هتحطي اقليه مقلي اقليه، هتحطي زيت وليمون كده بس لوحده من غير اي خضره اللي يريحك. بس الخضره تبقى حلوه كده وشكلها يفتح النفس كده تبقى جميله معاكي. ماشي. صليتي على النبي عليه الصلاه والسلام. بسم الله بقى وبسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله. حط بقى الحاجه في الصينيه، وتحشي بقى السمك بتاعك على اقل من مهلك بمعلقه كده وحطي واحده واحده متستعجليش. وانا هحمر مع بطاطس طبعا شغاله على النار على بطاطس عشان ما ضيعش معاكم وقت وانتوا تضيعوا وقتكم معايا. بس انا بوريكي بس تركايه السنجاري وهو مقفول. ماشي. زي ما انت شايفه كده انا بحشيه ازاي. انت لو عندك بقى شويه صلصه باقيين تانية هتزودي الصلصه ديت تحطيها على الوش كده معلقه زيت وشويه ميه صغيرين وتعمليهم بدك على وش السمكه تبقى بدك جميله جدا وشكلها بدك جميل. بس اهم حاجه تخلي بالك على النار عشان الصلصه مع الوش دي بتسود في النار. اهم حاجه تخلي بالك وانت حطاها على النار. ماشي. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. الحاجه جميله والحاجه هتبقى معموله في البيت. اهي طماطمايه وبصلايه بصي خدت معايا كميه قد ايه زي ما انت شايفه كده. شايفين كده كمان بقى معايا كمان من خضره هحطها على وشها كده طعم بيضك معانا من فوق ومن جوه. ده كل السمكيه معاكي متطعمه زي ما انت شايفه كده. الحاجه اللي تبقى في البيت يبقى فيها خير وفيها زياده تقعد معاكي وقت وتقعد معاكي ياما وتملى معاكي الحاجه بخيرها وبزياده. غير ما يكون عند راجل يحطلك معلقتين نقطتين طماطم وحتتين خضره صغيرين كده ملوش اي ستين لازمه. ماشي. هندخله بقى على الفرن بقى نحط له بقى شرايح ليمون عشان تدي تطعيمه كده ومزازه كده حلوه. ده فيديو كده سهل وسريع كده معاكم عشان لو انت مستعجله وعايز تعملي سمك في البيت اعملي سمك بالطريقه دي
سهل وبسيط، وهيريح معاكي زيت، هيوفر معاكي زيت، وهيوفر معاكي ايه وقت ومجهود. لو انت هتنضفيه بره، انت هتنضفيه في البيت طبعا ايه التنظيف بياخد وقت. وكده ايه هندخل بقى على الفرن، ونشوف بقى ايه بعد ما يطلع، ونشوف الشكل بعد ما يطلع، ونشوف الدنيا ماشيه ازاي، ونشوف مع بعض، ونشوف بسم الله ما شاء الله الحاجه شكلها عامله ازاي. ومتنسيش بقى تدوسي لايك، وتعملي بقى ايه شير واشتراك، وحط بقى نقطتين زيت كده، طبعا الخرمه لذيذه ايه خرم صغير. وادي كده ايه الشكل خلاص بيستوي خلاص على سوا. وايه نشوفه كده بعد ما استوى، هطلع لكم كده ايه ادوق لكم واحده كده ايه شكلها يبقى طعمها عامل ازاي، شكلها ايه من جوه. وطعمها انا طبعا عارفاه، بس انا هوريها لكم بس ايه من جوه تتفتح ازاي. بس طبعا هي سخنه مولعه، وايه بوريها لكم افتحها ازاي. زي ما انتم شايفين كده، طبعا سخن على ايدي، وانا ايه بفتحه معاكم. طبعا طعمه جميل، واللي جربه مره مش هيبطل يجيبه. طعمه جميل 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 جدا، وانا ضمنت اللي ما جربوش لازم يجربه. طبعا سخن طبعا، ماسكاه ايه واحده واحده. خلي بالك عشان هو فيه حروف فيها شوك، تمسكيها منه كده ايه وتطلعيه زي ما انت شايفه كده. بسم الله ما شاء الله، وكان مبطرخ وكان جميل، وتستاهل انت تجربيها. جربي الوصفه اللي انا عملتها لك ديت مع السمك او مع الشكال، هيعجبك الطريقه دي جدا. مخدتش معاكي وقت، والشكال ما بياخدش وقت معاكي نهائي نهائي. دوبك تحطيه على النار ويطلعيه على طول كده. لحمته طبعا سخنه، انا ايه ديت اتلسعت واتبهدلت. هوريكي بس ايه لحمه من جوه عامل ازاي، هوريكي لحمه من جوه عامل ازاي كده. هنطفي عليه خلاص لما وصل اللون البنفسجي ده، خلاص كده ايه هنطفي عليه وهنغرف، واوريكم في الاخر حاجه شكلها عامل ازاي. زي ما انت شايفه كده بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، جميله جميله جميله. بصي شايفه الحاجه عامله ازاي. حط شويه بس ايه خضره كده ايه فتحوا نفسي كده الواحد كده ان هو يمد ايده وياكل. زي ما انت شايفه كده جميل ما شاء الله اللهم بارك، جميل يستاهل انت تجربيه. وادي صينيه السمك عملناها سخنه طبعا ومحوحه. شفت قلت لكم عرفت الصلصه ديت بتتحروق شويه في الفرن. بصي خلي بالك بقى زي ما انت شايفه كده. وادي الشكال، وادي صينيه السمك اللي عملتها بيضك، عملت جنبهم شويه بطاطس. والحاجه بسم الله ما شاء الله، بس يعني ايه يعني واحد مش عارف يقول ايه على الجمال. وهنا معانا بطاطس عملتها جميله جدا. وادي السمك طبق صينيه السمك البوري المقفول. وعندكم بقى ايه فيديوهاتي على القناه، خشوا على القناه واعملوا لايك واعملوا اشتراك وادفعوا على زر الجرس عشان خاطر يوصلك كل فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. باي باي.